السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ايه، رحت عملت النهاردة لحمة ببصل كباب حلة، سموها زي ما تسموها يعني. فجبت اللحمة وقطعتها مكعبات كده، حتت حتت، ونزلت بحتة بحبة سمنة، معلقة سمنة وشوية زيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نزلت بمعلقة سمنة ونزلت بشوية زيت صغيرين، وكنت طبعا مقطعه شوية بصل كده حلوين، لان انتوا عارفين اللحمة بتحب البصل. عملتها زي كباب الحلة يعني، بس انا ما حطيتش فلفل اخضر. انا ضد الفلفل الاخضر في اي لحوم، لان لما بحطه في اللحوم بحس ان هي لا، مش باكل لحمة، باكل فلفل اخضر، بتضيع طعمها. عشان كده ما برضاش احطها. هي كده ما شاء الله بتبقى زي العسل، عسل زيي صح. فمسكت البصلتين كده الحلوين دول، كان بصليه كده ايه، رحت مقطعاهم حلقات كده، ورحت نازله بقى ايه باللحمه بتاعتي. انتوا عارفين لحمه العيد اكترتها بتبقى سمينه، فمش مشكله يعني. مسكتها بقى ورحت حطيتها وقلبتها كويس. يلا يا حبايبي بقى، اللي ما عملش اشتراك في القناه يخش يشترك في القناه، وما تنسوش تشيصوني. وبصوا، انا شايفه المشاهدات اليومين دول قلت قوي، عشان انا ببطل انزل كتير. معلش، بيبقى غصب عني والله، بيبقى عندي ظروف وكده. فانا اسفه. انا اتعودت ان انا ايه، كل يوم اقعد اتكلم معاكم كده. نزلت طبعا بقى بورق لوري، حبهان، شويه كمون، كمون بسيط ما كترتش، وفلفل اسمر، وحطيت شويه بهارات لحمه. طبعا الملح ما بيتحطش لما هي ايه تخش السوا، اما بتبتدي تستوي لو حطيت لها ملح مش هتستوي. ونزلت طبعا بقلب شوربه دجاج، ما تستعجلوش، جاي في الطريق. قلبتها كويس، واحط لها بقى كوبايه ميه، واسيبها ايه تاكل نفسها بنفسها كده. وهعمل جنب منها رز بالشعريه، واكله وجميله. ومش هقول لكم الصوص بتاع اللحمه، مش هقول لكم على الطعامه، كلت بيه رز، كميه رز ما شاء الله، وريحتها جميله. وما تنسوش تجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناه. سلام.